والله ده مهم جدا، لانه في الحقيقه انا دايما بقول انه مشكله كبيره جدا من مشاكل العلاقات انه كل واحد في العلاقه بيتكلم بلغه مختلفه. فالست عايزه ورد يا ابراهيم والراجل عايز كباب، يعني ما فرقش مع الورد. وبالتالي في ست بقى عايزه ورد بلدي، وفي ست عايزه قرنفل، وفي ست عايزه لافندر. كل ست عايزه ورد مختلف، وكل راجل برضو في الحقيقه ممكن يكون عايز كباب او كفته او طرب او شيش او ريش وبالتالي كل واحد فيهم هو في الحقيقه وان كان بيتكلم بلغه كواليتيتيف هنا ولغه كوانتيتيف هنا او لغه نوعيه ولغه كميه. ففي الحقيقه الاختبار بيحدد لك بالظبط درجات التفضيل بتاعه كل واحد، هو عايز ايه بالظبط، ايه الحاجات اللي بتقلقه بشكل واضح، بيحطها لك بدرجه توصيف دقيقه لدرجه ان الشريك نفسه ما يكونش عارف ان دي مخاوف. ممكن يكون بيوضح ايه افضليات كل شخص في العلاقه بغض النظر ان هم قادرين يقولوها لبعض ولا لا. في شخص بيبان قوي في الاختبار ان هو ما يحبش حد يكتفه، شخص متحرر جدا. الشخصيه دي ممكن يكون مقابل ليها شريك محافظ جدا، وبالتالي هنا لغتين مختلفتين، لغه المتحرر مقابل لغه المحافظ او الاصولي. ودول في الحقيقه لازم يبقوا فاهمين بعض. ده لازم يبقى فاهم ان هو يحب يجدد، والتاني لازم يكون فاهم ان الشخص المحافظ ما بيحبش يجدد، بالعكس هو بيحب الامور واضحه وروتينيه وثابته. التجديد ده بالنسبه له يبقى شيء مرهق جدا. بينما الشخص المتحرر لو حطيته في حاجه متكرره لمده يومين ممكن يحصل له حاجه. فدي اهميه ان احنا نكون موضحين الفروقات ما بين الشريكين في العلاقه الواحده، ده مين وده مين، دي مشاعره ايه ودي مشاعره ايه، دي معتقداته ايه ودي معتقداته ايه.